السلام عليكم متتبعي شيوات اديم، كنسلم عليكم كاملين. اليوم اضطريت اني نجي نهضر معكم لان داكشي ضرني بزاف في خاطري، واضطريت اني شحال ما بغيتش نهضر فيه، ولكن هذاك الشيء زاد على حده وقلت ضروري غادي نهضر. صفتي كمتتبعه انا غنهضر لكم اليوم ان شاء الله على قناه مربوحه، لان قناه مربوحه ماشي ديال الجميع الاخوان، يعني الناس كاملين متبعين قناه مربوحه وعندها نسبه مشاهده كثيره، لان كتدخل قلوب المغاربه وقلوب العرب كاملين. يعني اليوم لقيت واحد الفيديو مليوح بواحد القناه ماشي من المغرب، وكيهضروا على هذا الخلاف اللي كاين بين لاله حاده ولاله ناعمه. هذا الخلاف اللي اثر بزاف على القناه، يعني خلى لاله حاده انها تاخذ واحد القرار هي وولدها يونس بانهم غيسدوا القناه، وهذا الشيء اللي ما عجبنيش بزاف، ما عجبش بزاف ديال المغاربه. علاش غادي يسدوا القناه والقناه حنا داخلين ليها، كندخلوا ليها وكنتفرجوا كنضحكوا لان كيعلموك كيفاش الناس ديال الباديه كيفاش عايشين ويحبوك في الباديه. انا ماشي معك اخويا يونس، لان هذاك القرار ما خصكش تاخذه بوحدك، لان خصك تاخذ جميع المغاربه اللي متبعينك. يعني كما قلت لك اخويا، القرار اللي اتخذتيه ماشي في محله، لان هذيك القناه قناه العائله ديالنا كاملين. كنا كنتصنتوا ليها وكنتفرجوا فيها وحنا فرحانين، لان كنتفرجوا مع والدينا ومع الازواج ديالنا وحنا فرحانين بهذيك القناه. ما كانش عليك، ما خاصكش تسدها، لان القناه خاصها تستمر. بالنسبه للاله نعيمه الله ياخذ فيها الحق، لاني انا ملي كنت كنتفرج، ملي كانت لاله حاده بوحدها، انا كنت متتبعه وفيه ديالكم قبل ما ندير القناه ديالي. كنت هذيك لاله حاده كنشوفها وكتعجبني، لانها كت كتبين ان المراه المغربيه قادره دير كل شيء. هذاك الشيء اللي خلاني انا نتبعكم وعجبني وعجبوا حتى الوالدين ديالي كيتبعوا لاله حاده بهذيك البساطه ديالها. هذا الشيء علاش كنقول لك اخويا ما تسجل القناه. اما بالنسبه لاله ناعمه، انا قلت لكم منين درتوها في القناه وانا ما كتعجبنيش، لان كتطمع بزاف وفيها الطمع، كتبقى دائما كتمن. يعني خاصني صباط، خاصني سبرديله، خاصني ندير لي باك. واحد النهار قالت بالنسبه للدري اللي عيب فيها ما خصوش يعيب فيها، حنا ما كنعيبوش في الخلق ديال سبحان الله تعالى، ولكن قالت لي حتى غادي ندير لاباس وغادي ندير لي باك. الله يعاونك، ولكن الانسان خاصو يكون يكرشو شبعانه. ما خاصش الانسان في الاول هذاك الشيء اللي جاك في الاول طرحوا عليك واحد الموضوع وانت قبلتي به. يعني من قبلتي به في الاول كنتي بفمك كتقولي انا اي اجر اي حاجه كنديرها كنتخلص عليها، كنتي كتقوليها بفم ديالك، كتقولي انا العمل اللي كنديرو كناخذو الله يرضي على ولدي يونس والله يعطيه والله يعطيه والله يعطيه. دائما كاع المتتبعين كانوا كيشوفوا كيفاش كدعي معاه. وانا شفت واحد المكالمه ديالك بينك انت ولاله حاده، وانا كون كان عندي الحق اني نشرها يسمعوها المشاهدين اللي كيتبعوني، بانك كتقولي انك عيطتي لاله حاده في واحد المكالمه هاتفيه، وقلتي ليها ان راجلك عيط ليونس وقال لي واش غادي تخلصنا، قال لي ان شاء الله غنجيب لكم الفلوس ديالكم. وبالنسبه هضرت لك على الثلاجه، قلتي ليها انت قلتي ليونس ان الثلاجه عطيني كل شهر عطيني الفلوس باش نشري الثلاجه. ما تكذبيش على الناس تقول لهم شرا لي الثلاجه وكضربني بالضوء وتكذبي على المشاهدين. راه الطمع غدار. مشيتي عند الخياط وحنا شفناك وقال لك الخياط غندير خياطه زوينه، ومن بعد درتي فيديو كتقولي الخياط خاصك دير معايا مزيان حيت حنا جبنا لك زعما الناس يخيطوا عندك. لا، خاص تكون كرشك شبعانه. ومادام هو كان ليه الفضل، انا ما كنجيش من قناه المربوحه نهائيا، انا كنجي من هذاك الشيء اللي سمعت. وهذاك الشيء انا كشخصيا لاله نعيمه طماعه، وانا بغيت كيوصلك هذا الفيديو ديالي لانك كطمعي بزاف، وفي اي فيديو كطلبي فيه كتقولي خاصني وخاصني وخاصني. الانسان خاصو، حنا كلنا ما عندناش وكلنا ضعاف والحمد لله ما كنطلبوش، لان الانسان كيطلب الله عز وجل ما كيطلبش شي واحد اخر. وكنتمنى هاد الفيديو يوصلك باش تحسني الوضعيه ديالك، وما تبقايش تقولي للناس يعطوني، حيت الله اللي كيعطي وكياخذ. يعني مادام عطاك الله هذاك الشويه، كاين الناس اللي ما عندهمش وما في حالهمش وما كيطلبوش وما كيبقاوش يقولوا هذيك الهضره. وما بغيتش انا اخويا يونس وقناه مربوحه تسدوا القناه ديالكم، لانها قناه عائليه بامتياز وانا متتبعه ديالكم. وكون كما قلت انا ما هضرت على هذا الفيديو حتى مسكين هو مسح المحتوى اللي كانت فيه لاله نعيمه. كون بغى البوز غيخلي المحتوى ديالو، بغى يمسحش لاله نعيمه معاه. من هذا كيبين لكم ان الانسان ما محتاج، هما ميسرين الله يزيدهم، وما محتاج اليوتيوب هذاك الشيء باش بغى يوقف القناه. وانا خويا ماشي معاك باش توقف القناه، لان القناه ديالك كتعجبني وانا من المتتبعات ديالها، وقناه زوينه عائليه كنضحكوا كنفوجوا كنشوفوا. اصلا حببتونا بالمنطقه ديالكم نزوروها، وهذا الشيء اللي بغيت نقول لكم. وما تنساوش انا بغيت التعاليق مع اللي عجبته هضرتي يخلي التعليق، واللي ما عجبتوش يخلي التعليق. وبسلامه عليكم ان شاء الله في فيديو اخر.